أنا مش بحب أقول على حاجة أعظم، بس في مرة دخلت جامع وخرجت وأنا مش زي ما كنت قبل ما أدخل. الجامع ده اسمه السلطان حسن، بس اسمه الحقيقي الهيبة اللي اتبنت بحجر. أول ما توصل عنده بتحس إنك واقف قدام جبل، بس مش جبل ترابي، ده جبل معماري. المدخل بس ارتفاعه 38 متر، يعني لو واقف تحت برج من 10 أدوار نفس الإحساس. بس الغريب إنك أول ما تدخل بتحس إنك داخل جوه هرم، هرم مقلوب، كل حاجة حواليك بتشدك لفوق، كأنك بتتسحب للسما. الغرب لما شافوا سموه The Inverted Pyramid of Cairo، وقالوا إن ده أعظم جامع معماري اتبنى في العصور الوسطى. المعماري اللي صممه اختفى. اختفى. في رواية بتقول إن السلطان قتله عشان ما يعملش زيه تاني لأي سلطان بعده. يعني الجامع ده اتبنى مرة واحدة وبس، نسخة واحدة في الكون كله. جوه الجامع كل صوت ليه صدى، الصوت بيمشي وبيرجع لك كأنه بيكلمك انت بس. النور بيدخل من فتحات في السقف، بس مش بشكل عشوائي، لأ، بيتوزع كأنه لوحة فنية، كأن حد رسم الضوء قبل ما يرسم الجامع. لمؤلم إن الجامع ده وسط الزحمة، في ناس ماشية كل يوم من جنبه وما عندهمش فكرة هم معديين على إيه. بيفكرني بنفسنا أوقات، نمشي وسط كنوز جوانا ونفتكر إننا مجرد ناس عادية. وعندك يوم روح هناك، اقعد في النص، اسكت شوية وسيب المكان هو اللي يتكلم. ولو سألتني هو ليه اسمه الهرم المقلوب، هقولك عشان بيدخلك من الأرض ويطلعك لفوق، بس مش برجلك، بعقلك وبروحك. أنا مش مؤرخ ولا مهندس، أنا بس رايح أزور نفسي القديمة، وكل مرة بدخل جامع السلطان حسن بلاقي جزء مني كان ضايع ورجع.